الدنيا، عايزينها كمان قد الدنيا. عمل وعلم وفكر رشيد بيحول بركانها لطاقة، والدقة دايما في المواعيد، ومشاركة شاملة وخلاقة، وأمل في بكرة بحلم جديد هتكون بلدنا عملاقة. إلى هنا يلا يا رجالة، مش حلوة الإيد البطالة، ولد وبنت راجل وست كل الأيادي شغالة. مصر اللي ذكرت في القرآن وتجلى فيها الرحمن، وقال بإنها بر أمان وهتفضل طول الأزمان، مقبرة للغادي والنادي محفوظة بحفظ الرحمن. فادخلوها آمنين وامشوا فيها سالمين، وامشوا فيها سالمين، وامشوا فيها سالمين. نتائج من الحب والإخاء والعمل الجاد الهادف المليء بروح التعاون، ومع نسائم الهواء الوطني العليل، ومع قدرات الندى المتلألئة فوق أوراق الأشجار القومية الوارفة في الظلال، تتعاون كل من مدرسة أبي مناع بحري الثانوية الفنية للبنات، ومدرسة دفنة الثانوية الفنية للبنات، ومدرسة دفنة الثانوية، ومدرسة أبي بكر الصديق الإعدادية بمصر، وبتعاون الملموس من مديري تلك المدارس، فلنحييهم جميعا. وبإعطاء معقول من كل من السيدات الفاضلات القائمات بتفعيل النشاط المسرحي داخل تلك المدارس، فنحييهن بتحية حارة. أما عن الجندي المتمثل في المشاركة المجتمعية الفعالة، فكان من نصيب أدباء وشعراء يعيشون بيننا وهم موجودين بيننا الآن في محفل يعشقونه ويعشق أمثالهم، والذين أمدونا ببعض أحاسيسهم المرهفة المتمثلة في العمل المسرحي الذي ستشاهدونه بعد قليل تحت عنوان القناة ريان الحياة. التوجيه الفني للتربية المسرحية بإدارة دفنة التعليمية بتقديم كل التحية والتقدير لهؤلاء. والآن مع جملة فقراتنا في هذه المسابقة الحبيبة المسرحية القناة ريان حياة. جدي وجدك زمان وفي عز اللهيب والحر حفروا قناة سنين رغم العذاب والنور، وقالوا يخدم بلدنا وطرح لآلي وضر. في زمن الخديوي والتركي جمعوا البشر على فاس، المصري أصله أصيل وبيعصب اللمات، تركوا السهول والوادي مسافات ورا مسافات، وقالوا يخدم بلدنا على أحسن الوصفات، زي الفمار والهرم. ده احنا صحاب خبرات وعيالنا تزني ثمارها وهتحصد الخيرات. وبدأ العمل بالفعل. جد اسمعوا فرحان مسلم مسيحي سوا ما يعرف الفروقات، اللي بيفتح دينه من حر الكل جمرات، واللي افتكر أهله نزفت عينيه دمعات، لكن بعزمه قرار وروحه في 10 سنوات. منهم رجع لعياله ومنهم ما شافها هناك، قالوا فداك يا مصر يا أصل الحضارات. وبعد الصعب والضيق تدخلها للطالع. الشعب ده في الذل
ربنا عطار، وبقبلة عيون الزمن تتغير الأحوال، حكمة وقالوها جماعة محال دوام الحال. دخلنا القناة احنا ومنعنا المرور فيها لما اليهود هجموا وافتكروا ماضيها، عملاء بني صهيون استوطنوا فيها. رب العباد موجود هو اللي حاميها. قعدوا 7 سنوات ما تهني يوم بيها. الشعب ده انصاف وجسمنا له حسابات، تدريب وجهد وعرق وقلوب من الثلاث. الجيش عمل تمويل أصل الحروب خدعات، ورئيسنا له حكمته أنور ورقب سادات. والبحر كان الهجوم والبحر والسماوات، أبطال يهدوا البحر بس العدا بضربات. واللي اتعمل في اسبوع عملوه 6 ساعات. رجعنا القناة تاني ومصر كرامتها، الأرض رجعت لنا ومعاها نهضتها. غالية وعزيزة يا مصر، والعلم حضارتها فداك الولد والأخ لعد عروبتها. وفرحنا بيوم النصر ورددنا جروتها، والضحكة فوق الوجوه واللمة حلاوتها. بلدي يا أم الحضارة يحميك الإله من العين، يا شعب حر وأصيل قبل الزمن بسنين. علمت كل البشر وعرفوا الحضارة فين، أصل العجائب 7 ومنهم عطاك 2، وقريب هيبقوا 3 بفضل الرئيس الزين. السيسي قال كلمته مصر في عينيا الاثنين. هنعيدوا مجد الجذور ونوصل البحرين بقناة كل الكل وهدية للسامعين. 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 شايفين يعني اللي عمرو مقاول؟ يعني ايه نروح نشتغل صاحب القناه الجديده وقدامه كم شغلانه جاهزين ومرتاح وفلوسها مضمونه، بيقطع علينا رزق ليه؟ واستلم فلوسه نلاقيها منين بس ولا منين؟ والله انا عندك حق يعني. ايه اللي يودينا قناه السويس؟ احنا ناقصين مرمطات، انا مش لاقي الشغلانه دي. فكري بس يا جماعه عيب البلبلو دي. يعني احنا شغالين للي يسوى واللي ما يسواش، ده جاي شغل البلد بالظبط نفس الدين. سلامات يا بلا، مالها البلد يا دايما؟ لو بندخل في منازل هتكون لنا خلفين بقى، وبعدين انت هتقول انك هتشتغل ببلاش ما زي شغلانه انك من وراها عيال. والله ما بضبط لو صح في الميدان وصلت على الطمع. شايفوا لنا بالكم محتاجاتكم يا رجالي، ساعدوني عشان مهضوبين. شوية كلام السياسي اللي بيتحط فيها الدول الغلابة اللي زيها، وليه ما تقولش انهم يكرموني ويكرموني ويبدلوا مجهودني عشان تقولني هتقولي زي ما تقولي. وبعدين يا دايما مش عايبة اعمل زي ياسين او خلاص المسيرة بالمصرية وبلاش في دماغنا. ها احنا رايحين ولنا بفخر نشوف مشروع زي دي. لا يا سيدي انا رايح بس هروح عشان اثبت لكم ان صح انا صح وانه مشروع مشروع. وفاشل معكم رجال الاخبار يا امتحانكم طبعا عملتوا اخبار هنتعرف على الحفل بعد الفجر ان شاء الله. يا هندسه انا مش هقدر اروح هندسه. ليه خير؟ اصل امي تعبانه قوي وانت عارف محدش معاها غيري ومش هقدر اسيبها. لا سلامتها للسلامه، انا هبقى اقول للمجاوي انك مش جاي وما تقلقش. شكرا. السلام عليكم يا رجاله، على العرض ان شاء الله. بكيت يا ياسين بصور على الله وليه
عشان مش عايز تهاجم معاني. يا اخي ما تخليك واقف وقول ما جايش معاكم بدل ما انت مقتنع باللي انت بتعمله. يا خساره يا ياسين، يا خساره يا ولد عمي. يوه سيبوني في حالي بس. وانت يا ايمن لا انا جاي طبعا معاكم جاي يرفع يبيعها دين تلبيس اسلامي وبوريري. يلا بينا يا جماعه، ربنا يصلح حالنا وحالكم. بينا على ارض الفيروز، بينا على ارض الفيروز. Start
فيش يا ابني، جعان هموت من الجوع. الأكل جاهز يا ولد، حالا تجيبونا. يلا هنجيب لي كباب وكفتي. يلا إن لقمة والسلام وعيسى والسلام. بقول لك يا أمي، أنا هنام براحتي وما تصحينيش بدري زي كل يوم. ليه يا ولد؟ مش هتروح شغلك؟ لا أصل المجاول الثانية أجازة. يلا أنت تدخل الفترة اللي فاتت تقول لازم تريح شوية. طيب، والله زي خير. بقول لك ايه؟ يا شهادة فرد السؤال بتاعك. شهادة ليه إن شاء الله؟ هنروح نشحن الحكومة يلا؟ هذا اللي ناقص والله. شيل يما الأكل، شيل اللي في نفسي. كشهادة قاعد. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. غنوا عظيمة غنوا شغل الحار عبوا الموضوع باكر ما فيش من وراء الخراب هذا إن شاء الله بشر ولا تنصر هو ده اللي ربنا نزل علينا. أيوة خلاص بيقولوا التدريب هتكون فوق الملايين المنظرة 10 أضعاف والدولي عايز الفلوس المسؤولة دي. طب منين؟ عايزين الشعب المصري يطلع لهم 60 مليار جنيه. جنيه يفتح جنيه ما كنتش عارفه ولا عجبنا. الدولة دي بتحلم بتحلم. انتوا اصلك اللي بتحلم يا ايمن. المشروع هيتنفذ والفلوس هتيجي والبلد خيرها في ولادي. وانا عن نفسي متنازل عن الفايده وبجد موجوده وانا كمان يدخل معاك. كل عيني كمان كل عيني كمان. يما 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 راحت فين الولية دي؟ ده عمرها ما عملتش. صباح الخير يا ياسين. صباح الخير يما. ايه الحكاية؟ كنت فين؟ رحت الصلاة انا وخالتك ام يحيى وبعدين رحنا البنك. اشتغل ان شاء الله. هي خالة ام يحيى راحت تتجوز؟ اتأذى يا ياسين. انا اللي خدتها معاك. رحت بدرس الغواية بتوعي. ايه؟ عملت ايه؟ بيت الغايش؟ ليه يما؟ ليه؟ ايه هي؟ كل خير يا ولد. بعتهم واشتريت 40 شهادة في قناة السويس الجديدة. عملت ايه؟ شهادات قناة السويس؟ بعت ذهبك يما؟ بعت شبكتك يما؟ يما طول عمري اقول لك يما مزنوق محتاجهم ادوا ان انا اخطب بيهم عايز اتجوز. بالله يا ياسين شبكة الغالي بعتيهم ليه يا عم؟ انا جبت رسالة مية يا يما. بعتي شبكتك يا يما. ليه يا يما بعتيهم؟ ليه يا يما وعشان مين يا يما؟ عشان بلدك يا ولد. بلدي
بلدي خدت ايه منها بلدي دي؟ خدت ايه منها يما؟ بلدي انت يما اللي هتساعدي بلدي. يعني البلد تسيب الحجار الكبير وتيجي تشحت وتطلب مننا احنا الغلابه يما. كل مواطن شريف صغير أو كبير لازم يساهم لما البلد تنادي. الكل لك، شريك لك. هو مفيش رب في البلد غير الغلابه اللي زيين عشان يمدوا ايديهم للبلد. ده كل واحد كان زيك، عمر ما حد هيجي. وادي ليه انا اصلا؟ قولي انت ادي ليه؟ انت يا واد فاكرني عبيطه ونايمه على وداني لما تدفع عليا وتشتري اللي جاب قدامهم اساس وقاعد هنا جنبي بين المسمار وساعد شرف الحق مع زمايلك هناك. ايوه يما، انا ما اروحش اكلمك في المشروع بس مش هاخد وراها غير التعب والشقي. انت نسيت ان جدك الشهيد كانت اخر افكاره وهو بيدافع عن ترابه 66. وانت نسيتي يما ان ابويا محمود مات على نفس التراب في 73. عايز انا احصله يما. لا ابوك شهيد وجدك شهيد. هو ابويا يما، ابويا يما، ابويا جديد ما خدناش بطاره. فاكره يما، فاكره يما ابويا مات ازاي؟ اسكت. لا مش هسكت يا أمي، مش هسكت. أبويا مات في حادثة قطر الصعيد سنة 2000 والحكومة اللي رحت فيها بلدك عشاني رمت لنا 5000 جنيه. أبونا 5000 جنيه يا أمي وقالوا لنا الله يعوض عليكم. فاكرة يا أمي ولا نسيتك؟ فاكرة ولا نسيتك؟ فاكرة ولا نسيتك؟ ابوك برضه شهيد والموت جاي في اي شكل وفي اي وقت. محدش يقدر يمنع المبادرة والنصر. ومش عشان البلد فيها فلسطين تتكحل الرحمة. البلد دلوقتي بتتحرر من الفساد. البلد دواعم في المحبة والتعاون. البلد عايزة فلوس ناصية وبتنادي على أولادها. هو احنا يا أمي ما كناش ولادها؟ ما كناش من ولادها لما ما كناش بنلاقي لقمة الحرام؟ ما كناش من ولادها لما ما كناش بنلاقي غطا لنفسينا يا أمه؟ يا أمه يا أمه أنا ما كبرتش ولا طلبت المستحيل. أنا عايز أحلم وأعيش وأحلم وأعيش. مش يبقى كل همي إزاي يجيك ثمن الرغيف. انت غلطان يا ياسين. الصبر مش صبر مال يا ولد. الصبر صبر النفوس. الصبر في الذل. واحنا عمرنا ما اتجلينا لحد. انت شفت من يوم ما جيت لي واستفدت؟ شفت من يوم بكيت ولا كلمت؟ انا خدت جزاك. بجيت بنت الشهيد ومرات الشهيد وأم الشهيد. يا ولد لو قلبك سلب الرضا عمرك ما هتسبح، ولو معاك مال قارون هتعمل زي الحيتان اللي بتلحق في لحم الغلابة. بكرة الزمن ليك. انت مش ولدي، انت مش ولدي، مش ولدي. ياسين افتح يا ياسين. معقول يما بصوت محفوظ؟ ياسين محفوظ. ياسين الحمد لله على السلامة يا محفوظ. الحمد لله على السلامة يا صاحبي. الله يسلمك يا ياسين.
يسلمك. ازيك يا ام محمود؟ الحمد لله يا محمود يا ولد. بعد ما رجعت لنا بالسلامة. الله يسلمك يا ام محمود. ازيك يا لطيف؟ الحمد لله والله. الحمد لله. تعمل لك كوبايتين شاي يا أم. حاضر حاضر. ازيك يا سعادة يا محمود؟ ده أنت وحيد في جولة محفوظ. قول لي يا محفوظ يا صاحبي، رجعتي امتى وازاي؟ يا ياسين، ده انا شفت الواد بعد ما حصل فيه. ما حدش فينا قدر يرجع حتى بشنطة هدومه. ده احنا قلنا لو رجعنا بجدنا اللي علينا ده بكتاب العمر جديد. والله ما نصدق ان رجعت. والله ما رجعت. وطيت بالتكرار. أنا اللي غلطان يا ياسين. أنا اللي غلطان. تجربت وسمعت وقلت بالرب هالكلمات وهالكلام مثل بدل زمان. ولا شفت أمانة يا ياسين، لا دمي مال ولا شفت أمان. مالك يا ياسين؟ مالك يا ياسين؟ انت مش معايا خالص. لا معاك. معاك يا محمود يا ولد. قول لي يا محفوظ، ايه رأيك في مشروع قناة السويس الجديد؟ ضربة معلم يا ياسين، ضربة معلم. المشروع ده يا ياسين في خطة دي للبلد. مصر تبني من جديد. ده هيوصل حوالي 1.5 مليون وظيفة ويستفتح 4 ملايين فدان. تطور حقيقي للبلد يا ياسين، تطور حقيقي للبلد. محفوظ، تروح معايا المشروع ونكمل حفر مع العمال وندي بلدنا حقها. ليه يا ياسين؟ قول لي انت رايك، قول لي. دلوقتي يا محفوظ، دلوقتي حالا، يلا بينا محفوظ. يلا بينا. السلام عليكم يا رجالي. كتير مع الضغوط، كتير السلام يا رجالي. الله يسلمك. يحيى، ياسر، ايه الاخبار يا رجالي؟ ايه الاخبار؟ الكتيبة يا ياسين، الناس فات شهادات بالفلوس المطلوبة وهنكمل الشغل مع بعض، والشغل هنا تمام التمام يا رجال. يا سامحوني يا اخوان، انا كنت غلطان اني ما شاركتكمش من البداية. العبرة بالنهاية يا صاحبي، ودي تجيب مواد الأمان. لازم يكمل. وقدامك خلاص يا جماعة، كل حاجة انكشفت. احنا عرفنا مين الخونة وسطينا. كانوا كل مهمتهم انهم يكسروا الناس ويرجعوهم ويروجوا الاشاعات، بس خلاص الحمد لله مهمتهم انكشفت واتعاقبوا، وده ناس كل خاين للبلد
جزاء كل خارج البلد. القناة مش وجبة ناس، القناة شوية الحياة، بتوصل البحرين ومصنع للأجانب والجداد. الدول حسينا بيها واللي ما معاه يشتريها بعد ما في الهند يلاقي ما يدفع عليها. أما كل الشعب مؤمن إن رب الكون حميها وبعضمته وفضل منه حبها واختص بيها. اللي مات في الحفر فيه واللي عايش مش ناسيها. يا ناس ضحت بروحها من نصارى ومسلمين، من نصارى ومسلمين. مش جنودنا بس حفروا، كل جيل طبقنا فيها، اللي حفروا واللي صبروا واللي عبروا، واللي طرد اللي اغتصبها، واللي عمق واللي وسع واللي كان من المرشدين. بعد سحب المرشدين من فرنسا واليونان سنة 56 يوم ما عممها جمال، يوم ما عممها جمال جالها من البحرية أجدع مرشدين. هي رزق عيال عيالنا، مصدر الرزق الحلال. واللي كانوا يكتبوها واللي كانوا يبيعوها واللي ناويين يشتروها وصلوا الإرهاب يقلل من قيمتها وحقروها، لكن لما يبدلوها تبقى فعلا ما تسويش. شعبنا كان من المؤامرة قال لهم تقتلوا فاشل أنفسينا ومقومي أبو شعب وأمن جيش. والشعب المصري طمع والجميع خد تكليفات. القناة تصبح لسين وأهلها مصدر نماء. نبني مصر بشكل تاني بالعزيمة والتفاني، بالعمل مش بالأمان، بصحتان الانتماء. وزن بلدي قال نشيلها فوق كتافنا، قال لعمالنا يا سادة العمل زي العبادة، احنا عايزين مصر طلها تستعين على الريادة. نهضة عظمى يقودها جيش والرجال المخلصين تبني في كل اتجاه، في الزراعة وفي الصناعة نحمي مصر من النجاعة. والشباب يثبت وجوده كل وقت وكل ساعة. هو ده طرق النجاة، هو ده طرق النجاة. والرئيس لما فوضناه شكرنا والتعامل ده وقال احنا مش ممكن نعيش على الشحاتة والبلادة. احنا مش ممكن نعيش على الشحاتة والبلادة، او نقول لله ولكن، او نقول لله ولكن. قال لنا كل انتباه، قال لنا كل انتباه. مصر دي قوة، مصر دي قوة وقوة عظمى، وقوة عظمى. مصر دي أقوى من الطغاة، مصر دي أقوى من الطغاة، أقوى من إرهاب وأقوى، أقوى من إرهاب وأقوى، وأقوى من كل الغداة، وأقوى من كل الغداة. مصر دي أم الحضارة، مصر دي أم الحضارة. مصر للعالم منارة، مصر للعالم منارة. من يوميها وإحنا قوة، من يوميها وإحنا قوة. يد واحدة وكلمة واحدة، يد واحدة وكلمة واحدة. كل شعب وجيش وراه، كل شعب وجيش وراه. ونستفيد في مقدراتنا، ونستفيد بمقدراتنا. والقناة هي النواة، القناة هي النواة. القناة هي النواة. القناة هي النواة. القناة هي النواة.